وفيلمنا النهارده بيبدأ في مدينة بلتيس اللي كان شعبها كله عايش في رفاهية، وكانت مدينة مليانة بالسحر والجمال لحد ما فجأة قامت حروب كبيرة سيطرت على كل حاجة، وده طبعا خلى الناس تفقد إيمانها بالمدينة. وبنلاقي بطلنا بيتر بيتعلم الحكمة والصبر من راجل عجوز اسمه فيلنا، وكان مربيه على الشقة طول عمره عشان يطلع جندي قوي لما يكبر. وطبعا بياخد الكوين الذهبي زي كل يوم عشان يروح يجيب حاجة يتعشوا بيها. وأول لما بيوصل لمحل السمك بيكون مجهز له الطلبية بتاعته، والمشكلة هنا بقى بتحصل لما بيطير منه الكوين اللي هيحاسب بيه الراجل. وفي وقت ما بيحاول يجيبه بيتفاجئ بخيمة شكلها غريب ومكتوب عليها انك تقدر تلاقي اجابة على اي سؤال انت عايزه، وبيكون متردد عشان معهوش فلوس تاني لكن ما بيقدرش يمسك نفسه من الفضول. والغريب انه لما بيقابل العرافة بيلاقيها عارفة كل حاجة عنه من ساعة ما اتولد، وبيكون مصدوم لما بيعرف منها ان اخته لسه عايشة وانه لو عايز يلاقيها لازم يمشي ورا الفيل. وطبعا بيحتار لان المدينة كلها ما فيهاش فيل واحد اساسا، وللاسف بيرجع البيت ايد ورا وايد قدام. وطبعا فيلنا بيكون هيموت من الغيظ، وخصوصا لما بيعرف ان فلوس العشاء ضاعت في الكلام الفاضي ده. وهنا بيفهموا بيتر اللي سمعه من العرافة وان اخته لسه عايشة وانه عشان يلاقيها لازم يمشي ورا الفيل. بس طبعا فيلنا ما بياكلش من الكلام ده وبيخليه يمشي رايح جاي طول الليل. وفي نفس الوقت بنلاقي عرض كبير في مسرح المدينة، واللي بيقدم افتتاحية العرض فيه ساحر بيكون على نياته، ومن كتر فشله الذريع محدش من الجمهور بيكون عاجبه العرض ومستنيين اللحظة اللي هيخلص فيها فقرته. وبيقرر انه يستعين بحد من الجمهور عشان يقدم اخر محاولة ليه، وبيبدأ يعمل تعويذة جديدة اول مرة يجربها، بس للاسف بتبوظ منه خالص وبيتفاجئ بفيل نزل على دماغهم من السما. وبنرجع لبيتر اللي بيروح نفس مكان العرافة عشان يسألها على تفاصيل اكتر، واول لما بيوصل هناك بيتفاجئ ان الخيمة ملهاش اي اثر، وبيسمع اخبار عن حادثة الفيل اللي حصلت امبارح، وبيكون هيطير من السعادة وبيحس فعلا ان اخته لسه عايشة وان العرافة كان عندها حق في كل اللي قالته. وفي طريقه وهو رايح البيت بيقابل جاره ليو اللي بيشجعه اول لما بيعرف منه القصة وبيكون متحمس معاه للفكرة، عكس فيلنا اللي بيكون ليه رأي تاني وبيقول له ان كل اللي سمعه ده خرافات. بس بيتر بيفضل متمسك برأيه لحد النهاية. وبنلاقي الساحر راح السجن ظلم عشان الحادثة اللي حصلت في المسرح، وبيحاول انه يحرر نفسه بأي طريقة عشان يخرج من السجن. وفي نفس الوقت بتزوره الست اللي وقع عليها الفيل وبتلومه على انه اختارها هي بالذات من وسط كل الجمهور، لكنه بيحاول يفهمها ان كل ده كان غصب عنه. وتاني يوم بنلاقي ان ليو منساش وعده لبيتر وبيروح عشان يقابل الكونتيسة، وكل الناس هناك بتخطط لقتل الفيل. وهنا بتقاطعهم الكونتيسة وبتفهمه ان في احتمالية انها ممكن تخلص عليه لو اضطرت لكده، فما بيلاقيش حل قدامه غير انه يبعت برقية للملك نفسه، اللي اول لما بيستلم الجواب بيكون متحمس جدا للفكرة، خصوصا بقى لما بيعرف ان الموضوع فيه شوية اكشن. وفعلا بتبدأ الاحتفالية في القصر الملكي في وسط حضور من كل اهل المدينة اللي بيكونوا متشوقين جدا انهم يقابلوا الفيل لاول مرة. واول لما بتيجي لحظة الكشف عنه بينبهر كل الجمهور، وبيكونوا راسمينه رسمة فنان وبيترعب الناس من كتر ضخامته، وكل حاجة بتبقى ماشية كويس لحد ما الفيل فجأة بدأ يتصرف بغرابة، وساعتها حراس الملك بيستعدوا عشان يقتلوه. وهنا بيجري بيتر بسرعة عشان يساعده في اخر لحظة، وبيحاول يلاقي اي طريقة يفهم بيها سبب عصبيته. والغريب انه بيقدر يسيطر عليه وبيفهم ان كل اللي هو محتاجه شوية مية. وفي وسط ذهول من كل الناس اللي موجودة بنلاقي الفيل بياخد احلى شاور عشان يغسل نفسه من كل الرسومات اللي كانت عليه، وبيفهموا كلهم ان بيتر كان عنده حق وان الفيل طلع كويس من جواه. وهنا بيتر بيحاول يوصل لهم قد ايه هو محتاج الفيل معاه عشان ده الخيط الوحيد اللي هيوصله لاخته. وساعتها بيقطعهم الملك بفكرة عبقرية وبيوافق ان يديله الفيل بس بشرط، وهو انه لازم يقوم بثلاث مهمات، ومن الواضح كده انهم تعجيز. ومش كده بس، ده كمان بيديله السيف بتاعه عشان يحارب بيه في اول مهمة ليه بكرة. وساعتها ليو بيعرض عليه انه يدربه عشان يبقى عنده اي فرصة، وبيبقى اول درس ليه انه يعرف يدافع عن نفسه ازاي. وبيحس قد ايه بيتر عنده ثقة بنفسه لدرجة انه بيصدق فعلا انه ممكن يكسب. ونروح لدار الايتام اللي بنلاقي فيها بنت جميلة اسمها ادل، وكالعادة بتصحى زي كل يوم بحلم غريب وبتكون عايشة مع المربية بتاعتها اللي بتساعدها تتخطى المحنة اللي هي فيها. وفي نفس الوقت بنلاقي الفيل كان نايم في سبع نومة وبيحلم بانه كان عايش مع اهله وقد ايه كان حاسس معاهم بالامان، لكن بيتر بيقاطعه من احلى نومة عشان يلاقي اي دليل يوصل بيه لمكان اخته، وللاسف ما بيعرفش يوصل منه لاي حاجة يفهم بيها المفروض يعمل ايه. وتاني يوم بيبدأ ينفذ اول مهماته المستحيلة وهي انه يحارب اقوى جندي في المدينة. بس للاسف اول لما بيوصل للمكان بيبان عليه الصدمة وبيطلع يجري، وفعلا بنلاقي ان كان عنده حق لان العمر مش بعزاء. وطبعا الجندي ما بيكدبش خبر عشان لو ما مسكوش اكيد الملك هيعمل منه جزامة. وفي وسط المطاردة الشرسة بينهم بيحاول بيتر يفكر في اي حل للمشكلة دي، وساعتها بيفتكر ان الحل كان موجود في كتاب الحكايات وانه لازم يروح البيت عشان يجيبه، لحد ما فعلا قدر يهرب منه في السوق. والغريب انه في وسط الكلام ده بينتي السمكة وهو ماشي في طريقه، وبنعرف بعد كده انه هيلم بيها قطة الشارع عشان يعرف يتسلل للبيت من غير ما فيلنا ياخد باله. وبينجح فعلا انه يسرق الكتاب اللي هيفكر بيه الجندي بذكريات طفولته، وبيروح متعشم قوي انه هيقدر يلاقي حل للمبارزة اللي هو فيها دي، لكن الجندي ما بيكونش شايف قدامه، وفي اخر لحظة بيشوف معاه الكتاب قبل ما يخلص عليه، وساعتها بيسرح في ذكرياته وبيعرف ان طريق الشر اخرته وحشه. وفي وسط فرحة من كل اللي موجودين في المكان بيستسلم الجندي. ومش كده بس، ده كمان
كمان بيحتفلوا ببيتر وبياخدوه على القصر على طول. وساعتها الملك ما بيكونش قدامه اي حل غير انه يفكر في مهمه مستحيله تانية، وبيتفاجئ بيتر لما بيعرف انه هيقدم عرض طيران بكره، وهي دي كانت المهمه التانية بتاعته. والظاهر كده مفيش اي امل، بس بيبقى عنده شجاعه وفعلا بيقدر يطير باستخدام الباراشوت بتاعه وبيكسر المستحيل لتاني مره. وفي نفس الوقت بنلاقي الحاجه بتزور الفاشل زي كل يوم، وكالعاده بتديله شويه تهزيق من اللي قلبك يحبه، وبيفضل يحايل فيها بس برضه مفيش اي فايده. وبنرجع تاني لبيتر اللي بيروح في النوم هو والفيل بتاعه، والغريب ان هما الاتنين كانوا بيحلموا نفس الحلم وكانوا عايشين في قمه السعاده مع بعض. واول لما بيصحى بيتفاجئ بناس كتيره في القاعه، وبتكون الكونتيسه هي الامل الاخير ليه، عشان لو عرف يضحكها كل حاجه هتبقى عالي العال. وعلى طول بيبدا ينفذ المهمه الاخيره بتاعته، بس للاسف النقطه بتطلع وحشه جدا، والكونتيسه بتموت على نفسها من الضحك عشان تكسبه. وطبعا الملك ما بياكلش من الكلام ده وبيعلن خسارته على طول. وهنا بيتر ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يستعطف الملك، وبيعرفه ان اكيد الفيل نفسه يرجع لاهله هو كمان، واللي شكله كده كان واكل زياده وبيبهدل الملك خالص. وساعتها بيضحك كل اللي موجودين، وبتضحك الكونتيسه ضحك هستيري، وده معناه انه بيتر قدر يكسب التحدي، وكل اللي موجودين في المكان كانوا هيطيروا من الفرح. وبعدها بيروحوا للساحر كلهم بربطه المعلم، وكانوا مقتنعين ان مفيش غيره هيقدر يرجع الفيل. وبعد محاولات كتير بيقدروا يقنعوه اخيرا، وبيطلعوا بيه على وسط المدينه وكل الناس وراهم. وهنا بيتر بيكون حزين على فراق الفيل، وبيشجعهم كلهم انهم يامنوا بالساحر اللي فعلا ابتدى التعويذه بتاعته عشان يعرف يرجع الفيل للمكان اللي جابه منه. وفجاه الناس كلها بتنصدم لما الفيل بيختفي وما بيكونش ليه اي اثر. وهنا ادل بتجري بسرعه على بيتر عشان كانت مبسوطه من اللي عمله، وبيقاطعهم فيلنا على طول. والغريب بقى انه بيشبه على المربيه اللي سابها زمان في الحرب. وهنا بقى بيفهموا ان هي دي اخته اللي كانت تايهه منه، وانه مهما كان الطريق بتاعك مليان حفر ومطبات، بالسعي ورا حلمك هتقدر توصل للي انت عايزه. ودي بتكون نهايه فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك احلى بندق.